ماشي اي حد مشى يعني فقدتي قيمتك، وماشي اي حد هجرك يعني انتي ما كتستاهليش الحب. اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع اللي كيمس بزاف ديال الناس وخصوصا النساء، اللي هو الخوف من الهجر. هذاك الاحساس اللي كيخليك ديما خايفه انه يتركك شي حد، ولا يبعد منك، ولا ما يبقاش يبغيك. يمكن حتى بلا ما تحسي هذا الخوف هو اللي كيحكم في قراراتك وحتى في العلاقات ديالك. اللي ما تعرفنيش، انا كوتش لايا، مرافقه في التشافي العاطفي وجروح الطفوله. رسالتي هي نساعد الناس باش يكتشفوا القوه اللي في الداخل ديالهم، يتشافوا من الماضي ويبنيوا علاقه صحيه مع راسهم ومع الاخرين. الخوف من الهجر ما كيجيش من فراغ، الاصل ديالو كيرجع غالبا للطفوله. مثلا ملي كنتي صغير وبغيتي الحنان، ما لقيتيش الام والاب ديالك حاضرين معاك. مني احتاجتي حضن وامان، لقيتي برود او غياب، وحتى تعرضتي للرفض والاهمال. هاد اللحظات كتزرع في الداخل ديالك رساله خطيره: انا ما عنديش قيمه، قيمتي كنشوفها في علاقاتي مع الناس. كيفاش كيظهر الخوف من الهجر في الحياه اليوميه؟ الخوف من الهجر ما كيبقاش غير فكره، كيولي سلوك يومي. كتولي متعلقه بالناس بزاف، كتسكتي على حوايج اللي كيادوك غير باش ما يمشيوش وباش ما يهجروكش. كتعيشي في قلق دائم: واش غادي يبقى معايا ولا غادي تركني؟ ممكن حتى كتختاري علاقات سامه غير باش تحسي بشي حضور وحياتك عامره. وكل مره كيتكرر نفس السيناريو: جروح، بكاء، احساس بالنقص. والسؤال: كيفاش نواجهو هذا الخوف؟ اول حاجه خصك تفهمي هو ان الهجر الحقيقي هو الهجر اللي كتعمليه لنفسك. منين كتحرمي راسك من الحب، من الاهتمام، من الرعايه، طبيعه الحال غادي تبقاي خايفه ان الاخر يبعد منك. تاني حاجه اللي هي الوعي. اعترفي ان عندك خوف من الهجر، ماشي عيب. ثالث حاجه الرجوع للطفله الداخليه، هذيك الطفله اللي تحرمت من الامان، هي اللي باقا بالداخل ديالك. رابع حاجه تصالح مع الذات، تعلمي تعطي نفسك الحب. خامس حاجه العلاج او بالحدود، تعلمي تقولي لا، تفرقي ما بين الحب والتعلق المرضي. سادس حاجه هما جلسات التشافي، التنفس، تنويم الايحاء والرجوع للداخل. هاد الطرق فعاله باش انك تقدري تشافي من هاد الجرح. هذا خصك تعرفي على ان اكبر خوف هو تبقي هاجره نفسك. مني ترجعي تحبي ذاتك وتبني علاقه قويه معاها، حتى الا مشى الاخر عمرك ما غادي تبقاي خاويه. خليك معايا الى اخر الفيديو، غادي نعطيك جلسه بالتنويم بالايحاء قويه للتشافي من جرح الهجر. خليك مركزه، حضري بلاصه هادئه، وغادي نبدا معاك الجلسه اللي تقدر تكون نقطه تحول في حياتك. خدي نفس عميق من الانف وخرجيه ببطء في اطول مده. تري بيان، برافو. تاني، خدي نفس عميق، زفير ببطء في أطول مدة. مع كل زفير حسي بالتوتر كيتسرب من عظامك، من عضلاتك، من كل خلية فيك. كل نفس كي ياخدك لعمق أكبر من الاسترخاء. تخيلي راسك وسط بلاصة آمنة، بلاصة كلها دفء وأمان. تري بيان، برافو. دابا بغيتك تخيلي قدامك واحد الصورة ديالك وانتي صغيرة، يمكن عندها 5 سنين أو 7 سنين. شوفيها كيفاش واقفة، كيفاش عينيها كيشوفوا فيك. يمكن فيها خوف، يمكن هي بوحدها، يمكن كتقول لك بلا ما تنطق، بلا ما تكلم: بغيتك تبقاي معايا، ما تخلينيش.
قربي منها، مدي يديك وقولي لها أنا هنا ما غاديش نخليك، عمرني ما غادي نعاود نهجرك. خليها تحس بدفء حضنك، خليها تعرف أنها أخيرا لقات الأمان اللي كانت محتاجاه. دابا وانتي حاضنة هاد الطفلة في حضنك، ردي معايا بالداخل ديالك أنا آمنة حتى إلى مشى الآخر، أنا كافية وما محتاجاش نترجى الحب باش نكون عندي قيمة. أنا ماشي مهجورة، أنا معايا نفسي. الهجر ما كيحددش قيمتي، أنا اللي كنحددها. كل كلمة كترديها كترسخ في اللاواعي ديالك، كتصبح حقيقة جديدة اللي كتبدل مسار حياتك. طلب منك دابا تخيلي هذيك الطفلة الصغيرة كتذوب فيك، كتدخل لقلبك، كتجلس وسط الصدر ديالك، كتلقى بلاصتها، بلاصة الأمان. حسي بالحرارة ديالها اللي كتدخل لصدرك، نور كيضوي الداخل ديالك، نور كيقول ليك أنا ما بقيتش مهجورة، أنا كاملة. طلب منك ترجعي بهدوء لنفسك، الوعي ديالك. غادي نحسب من 1 حتى 3 ونبغيك تفتحي عينيك. 1 حسي بجسمك كيرجع للوعي. 2 حركي أصابع يديك ورجليك. 3 فتحي عينيك. غادي تحسي بخفة، بحرية، وكأنك تولدتي من جديد. كل مرة حسيتي بها بخوف من الهجر، رجعي لهاد الجلسة ورجعي حضني الطفلة اللي في الداخل ديالك، لأنها ما محتاجاش حد يبقى معاها، محتاجة انتي اللي قادرة تمنحيها الأمان اللي ضاع منها. تذكري على أن الهجر الحقيقي هو الهجر اللي كتعمليه لنفسك. اليوم عندك فرصة ترجعي الحب لذاتك وتحرري من الخوف اللي كيعيق حياتك. إلى لامس هذا الفيديو قلبك أو لا حرك فيك شي حاجة من الداخل ديالك، ما تنسيش تشاركي مع اللي محتاجه، وشاركي في القناة وضغطي على زر الجرس باش يوصلك أي جديد. إلى فيديو جديد، دمتم ومن تحبون بألف خير.